باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار دور كل آمين. إنجيل النهارده معروف، إنجيل المفلوج اللي 4 راحوا شالوه. حد فيكم يعرف اسم ال4 دول إيه؟ حد يعرف؟ محدش يعرف. حد يعرف اسم المفلوج إيه؟ محدش يعرف. شوفوا زمان الناس، لو فيكم ناس قدام كانوا عايشين في البحر الأحمر والحتت دي كده، يعرفوا البيوت كان دور واحد بس، ما كانش دورين، وكان بيبقى فيه سلم جانبي، سلم على الحيطة كده، سلم مبني مش خشب، وبعدين الأسقف كانت خشب، وبعدين كان كل سقف فيه زي شباك، يعني زي شباك. طبعا انتم ما تعرفوش الكلام، انتم مودرن، لكن انا كنت عايش في البحر الأحمر وعارف الكلام ده كويس. فناس شافوا واحد مفلوج يعني ايه؟ يعني عنده شلل رباعي، ما يعرفش يتحرك ولا حاجة. صعب عليهم وراحوا أخدوه، حطوه زي سجادة كده بس يشيلوها 4، سموها سرير، يعني زمان كانوا يسموه سرير. حبوا يدخلوا من البيت، من باب البيت، زحمة شديدة جدا، ما قدروش. يقولوا نسيبه، احنا مالنا، لو ناس غيرهم واحنا مالنا، واحنا نعرفه منين مثلا يعني. ولكن لا، ده اللي انا بسميه الإحساس بالآخر. الإحساس إيه؟ حتى لو ما عرفوش، عشان هم حاسين بيه وحاسين لازم يقدموه المسيح، مش اختيار. واخدين بالكم ازاي؟ وانا وانتم لما تقابلك مشكلة ولا مرض لازم نقدمها المسيح، هو اللي في ايده الحل السليم. المهم انا مش عارف، تخيلوا معايا انتوا كده 4 شايلين واحد مشلول شلل رباعي وطالعين بيه سلم جانبي. طيب يطلعوا ازاي يطلعوا بيه ال4 دول؟ حاجة مش عارف. ولكن أخدوه وطلعوا بيه ونزلوه من السقف، لأنه ما قدروش يدخلوا من البيت، فنزلوه من السقف قدام المسيح، عارفين إن الوحيد اللي هيقدر يشفيه هو المسيح. إلهنا إله المستحيلات، مفيش مستحيل عند ربنا يسوع أبداً. لو الناس كلها قالت لك مستحيل، قول له ابعد، أنا عندي إله المستحيلات. طلعوا وفتحوا الفتحة اللي في السقف دي. أصل في ناس عشان مش عارفة الجغرافيا الزمان وتاريخ زمان يفتكروا إنهم كسروا السقف. ما كسروش السقف ولا حاجة، هو السقف كان فيه شباك أو نافذة، فتحوه بس ونزلوه. ال4 نزلوه، مش مهم مين هم ال4. وعشان كده يا أحبائي، عمل الخير مش متوقف على شخصيات، ومش متوقف على مين اللي تعمل له الخير. خلي بالكم من الكلام اللي أنا بقوله ده. عمل الخير لا يعرف الاستثناءات، مش أعمل الخير ده عشان ده قريبي وما أعملش الخير عشان ده مرة عمل لي مشكلة. لا، عمل الخير لا يعرف الاستثناءات. عمل الخير للغير، لكل الغير، تعرفوا ما تعرفوش، من دينك مش من دينك، كان عامل لك مشاكل مش عامل لك مشاكل، كل ده ما عندناش احنا استثناءات. عمل الخير لا يعرف الاستثناءات. اخذوا المشلول ده وطلعوا على السقف وفتحوا الفتحة بتاعت السقف دي ونزلوه قدام المسيح. فلما رأى يسوع إيمانهم، خلي بالكم يقول لك لما رأى يسوع إيه؟ إيمانهم، مش إيمان المفلوج. شوفوا قد إيه لما رأى إيمانهم، أصل دول جايبينه واثقين 1,000,000% هيرجع واقف على رجله، هيرجع ماشي على رجله، واثقين إنهم عارفين هم ودوه لمين. عشان كده لما تيجي تطلب طلب من المسيح ما تطلبوش بتهاون، اطلب عن ثقة تماما ان المسيح هيستجيب، وهو يستجيب فعلا. واخدين بالكم ازاي؟ قال المفلوج اول حاجة قالها له ايه؟ مغفورة لك خطاياك. المهم ايه؟ مغفرة الخطايا الاول، وبعدين الجسد ده اوكي جاي، بس اهم شيء مغفرة الخطايا. فقالوا ايه ده بيجدف، ومين يقدر يغفر الخطايا غير الله؟ ما هم يا شوية عميان، هو الله. ده كل أعماله تثبت أنه هو الله، كل أعماله
تثبت أنه هو الله. أديكم مثل، أنا مش هطول عليكم، بس حد مثل بسيط. في عرس قانا الجليل حول الماء إلى إيه؟ خمرة. المية H2O، هيدروجين أند أكسجين، والخمرة ألكول، كحولات. استحالة تحول ال H2O إلى كربون، استحالة. ولكنه لأنه هو المسيح الله يخلق من الماء خمر، يخلق، هو الخالق. واخدين بالكم ازاي؟ فالخالق مش هيقدر يشفي ومش هيقدر يغفر الخطايا. قال المفروض ايه؟ مغفورة، نمرة 1 مغفورة ايه؟ لك خطايا. ده المهم، أهم من شفاء الجسد، أهم من شفاء الجسد مغفرة الخطايا. مغفورة لك خطايا. وبعدين قالوا ايه؟ ده بيجدف. بصوا العبارة اللي جاية، يقول فللوقت علم يسوع أفكارهم. انتوا قاعدين اهو، حد عارف ايه اللي في أفكاري؟ لكن المسيح يعرف، يفحص الأفكار التي لا يدركها أحد، لأنه هو الله. إنه هو إيه؟ الله. عشان كده خلي بالك لما تيجي تفكر في حاجة قول ربنا عارف أنا بفكر في إيه. خلي بالك تماما. أحيانا بصوا يا جماعة، معلش أنا يعني معلش أكلمكم بصراحة، أحيانا نقول ماذا يحدث لو إحنا قاعدين كده واتكشفت أفكار كل واحد. أنا أول واحد هستخبى تحت الكرسي. متخيلين كده؟ يعني متخيل كده أفكارك طلع دلوقتي؟ يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. ده نشكر ربنا إن هو ساتر أفكارنا، ساتر أفكارنا. فعشان كده بنقول له دايما يا ربي بارك أفكاري. بارك إيه؟ بارك أفكاري. علم أفكارهم. قال لهم طيب الأسهل إيه؟ نقول له المفروض قوم امشي، ولا نقول له مغفورة لك خطاياك؟ لكن عشان تعرفوا إن أنا ابن الإنسان الله ظهر في جسد ليه سلطان الاثنين، هقول له قوم احمل سريرك وامشي، ومغفورة ليك ايه؟ مغفورة ليك خطاياك. ربنا صدقوني اعتراف قدامكم، ده انا من كل قلبي بقول له يا رب يسوع لو انت مش ربي انا كنت عملت ايه؟ كنت رحت في 60 داهية. ده انت ابويا، انت اللي ساترني، وانت اللي بتدافع عني، وانت اللي بتشفيني، وانت اللي ماسك ايدي، وانت كل حاجة، كل حاجة. تخيلوا لو المسيح مش أبونا، مش إلهنا، أنا أول واحد كنت رحت في 600 داهية بصراحة. عشان كده بشكره ليل مع نهار، بشكره صدقوني في كل ثانية بشكره. يمكن وأنا نايم بحلم وبشكره برضه. واخدين بالكم إزاي؟ قال له قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام ومشى قدامه. قال له احمل سريرك واذهب إلى إيه؟ بيتك. إن بيتك أول مكان تبشر بيه، أول مكان مطلوب منك هو بيتك. بصوا بقى، في كتير مننا بره البيت ملاك من السماء، ملاك يا حبيبي، كلامه حلو، ابتسامته عسل، مش عارف ايه، وجوه البيت يركبوا 600. عارفين 600 ايه؟ بيتك نمرة 1 و2 و3 و4 و10. لما تكون عندك مشكلة في الشغل، لما تيجي داخل البيت ارميها بره البيت، ارميها، مش داخل مبوز تيجي تكلمك اسكت يا بعادة انت مش عارف ايه ده، هي ذنبها ايه؟ وذنب العيال يا اخويا. ارمي المشكلة بره البيت. بيتك نمرة 1 و2 و3 و4 و10. فاهمين معايا الكلام ده؟ يعني اللي مزعل مراته يروح البيت يقول لها كلمتين حلوين، ها؟ ماشي؟ واللي مزعله جوزها تروح البيت تزعله زيادة برضه. قصدي يعني تقول له كلمتين حلوين يعني. لما أكون مريض أروح لمين غيرك؟ لما أكون مريض أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تشفيني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك.